طبعا احنا هدفنا من البطولة هي إعطاء صورة مشرفة عن اليمن، طبعا خاصة لأنه هناك سياسيين أجانب خاصة من أوروبا من فرنسا، إعلام غربي كذلك العديد من الإعلام العربي لإعطاء صورة مشرفة على اليمن في كافة المجالات، وخاصة في العديد من الإعلام الغربي الذي ينتهز الفرصة لتشويه صورة اليمن. لكن اليوم صراحة كشفنا كل الأوراق وظهرنا بأن اليمن يرزق بالأمن والأمان بعيد كل البعد عن هذا الزخم الإعلامي عن تشويه صورة اليمن. اليمن كانت ولا زالت وستبقى نبراسا لأمتنا العربية في كافة المجالات، والتاريخ اليمني زاخر. اليمن قام طبعا بنشر الثقافة العربية، كان في آسيا، كان في المغرب العربي، وفي العديد من البلدان العربية، والذي ليست له جذور يمنية ليس بعربي أصيل. فأشكركم جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. الدكتور علي الجسار. يعني